السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ سمحوا لي كنغبر بزاف. اليوم غادي ندير معكم بسبوسه كتجي غزاله. المهم لعشاق البسبوسه اجيو تشوفوا الطريقه كيفاش. في اناء غادي نديروا 3 ديال البيضات، وغادي نديروا كاس ديال سنيده. بالنسبه للكاس انا درت كاس ديال العنبه، تقدروا ديروا كاس صغير، اي كاس اللي عبرتوا به من الاول كتعاودوا تعبروا به جميع المقادير اللي غديروا من بعد. صافي من بعد ما كنخلطوا مزيان البيض مع السنيده، غادي نضيفوا قبيصه ديال الملح، وغادي نضيفوا كاس الى ربع ديال الزيت. هنايا غادي ندير واحد الفاني، وغادي نضيفوا كاس ديال الحليب. الكاس اللي عبرت به السنيده هو اللي عبرت به الحليب، هو اللي عبرت به الزيت. وصافي من بعد ما خلطت كاع السوائل غادي نضيف السميده. هنايا درت 2 كيسان ديال السميده. حاولوا ما تجيكمش ثقيله باش ما تجيكمش هكا ناشفه بزاف. وهنايا غادي نضيف واحد كاس الى ربع ديال الكوك. تقدروا تعوض الكوك ديروا سميده. اللي ما بغاش يدير الكوك يقدر يضيف عوض الكوك يدير سميده. بالنسبه للسميده حاولوا دائما تاخذوا السميده اللي كتكون ديال الباكيه، تفاداو هذيك ديال العبار. هذيك ديال الباكيه كتكون زوينه. وحتى بالنسبه للناس اللي غيديروا الحرشه حاولوا تاخذوا ديال الباكيه، كتجي احسن. انا جربتهم كتعجبني هذيك الباكيه احسن من ديال العبار. هنايا غادي نضيف 2 خمارات ديال الحلوى، وصافي غادي نخلط. وصافي هذه هي البسبوسه راه ساليناها. دابا غادي نمشيو للمول بعد ما دهناها بالزبده ورشيناها بالسميده عفوا. صافي هنا في حاله ما الخليط ديالكم يعني شفتوه انه يعني ولا نشف يعني تجمع ولا هذه، راه غير كتضيفوا ليه شويه د الحليب صافي. وصافي من بعد غادي ندخلوها للفران مباشره. الفران يكون سخون من قبل، وكنشعل ليها انا من التحت حتى كتبدا تحمر من التحت صافي، وكنشعل ليها من الفوق. وصافي هي هذه البسبوسه كتجي زوينه بزاف. جربوها. سهله صراحه، كتعجبني انا البسبوسه هكا. الناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا كيكه اللي فيها الدقيق الابيض وداك الشيء كيتفاداو ولا شي حاجه، بسبوسه الصراحه كتجي غزاله. وبسبوسه واحد القضيه راه ما حدها كتبات وعاد كتجي بنينه. يعني هي من الاحسن ديروها وتستهلكوها النهار من بعد، ولا ديروها في الصباح وهذا باش تاكلوها في العشيه. يعني ما حدها كتجلس كتجي زوينه وكتجي هشيشه وزوينه. صافي من بعد ما سقيتها بالعصير ديال الليمون، سخنته مع شويه سنيده. صافي من بعد غادي ندير شويه ديال العسل من الفوق. هادشي اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش يديرو. وصافي غادي نديرو رشه ديال الكوك من الفوق. وتندير لكم بسبوسه بالشوكولاته، هي كتجي زوينه. كتجي بالكاكاو، حتى هي كتجي خطيره. اللي من بعد نديرها لكم في القناه. الوغ الا كملتوا لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.